هل السرقة حلال أم حرام؟ حرام طبعا حرام. لماذا تكشون الحمام وتسرقون الحمام من أنفسكم؟ يا اخوي انتوا فاهمين الموضوع غلط يا عمي، احنا اصحاب هوايه يا عمي، احنا كشيش الحمام والله ما هم حراميه يا اخوان، بس احنا كشيش الحمام وهذا الحكي معترف عليه وكل كشيش عارف هذا الحكي. في 3 قوانين نمشي عليهم تربيه الحمام ومربيين الحمام. ما هي القوانين؟ يا طويل العمر، اول قانون اللي هو الصيد. انا وياك صيد، معناته انه انا صدت لك طير صحتين وانت صدت لي طير صحتين، ما برجع لك ولا ترجع لي. انت بشوفك بالشارع حبيبي واخوي وصاحبي ومرحبا بك، بس على السطح انت عدوي، ادق واشر معك طير، اكش اخرب عليك اقطعك، نشر حمام جديد اصيدك، هذا انت خلص انا وياك صيد، يعني كل شيء مسموح. ثاني قانون اللي هو الصلح، انا وياك صلح، خلص انا صدت لك طير يا عمي هاي طيرك، وانت صدت لي طير هاي طيري، وصلح انا وياك. ثالث قانون اللي هو الافكاك. الافكاك اللي هو احنا بنحط مبلغ معين بيني وبينك، صدت لي طير بعطيك مثلا 3 دنانير، صدت لي طير تعطيني 3 دنانير وبرجع لك طيرك. هذا هو يا اخوان، احنا مش حراميه، احنا اصحاب هوايه ومربيين، والله عمري ما كشيت الحمام، لا دوار صيد ولا دوار اشي، شبعانين حمام عمي، شبعانين حمام والحمد لله.